مين فينا مش بيتمنى ان هو يعمل الكيك اليومي بطريقة بسيطة وسهلة، بس النتيجة بتاعته تطلع نتيجة مضمونة. يعني كلنا كده بيبقى عندنا شوية غلطات في الكيك بنبقى خايفين نعملها، منها ان الكيك بيهبط، لونه ما بيطلعش حلو زي لون الكيك اللي قدامنا ده، المسام بتاعته ما بتبقاش مظبوطة، ما بيبقاش هش. ايه رأيكم بقى ان انا حلت لكم كل المشاكل دي ان شاء الله في الفيديو ده او في الوصفة دي؟ هعمل معاكم الكيك ده، كيك هتدمنوه بجد لانه ممتاز جدا. زي ما انتم شايفين هش جدا، كيك قطني يعني يعتبر كيك اسفنجي كده من الاخر. هيبقى ده الكيك الرسمي عندكم. بصوا بقى اللون بتاعه فاتح ازاي من جوه، ده غير كمان ان لونه من بره زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، حلو جدا جدا. هنعمله مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة ومقادير مظبوطة زي ما اتعودتوا معايا بالظبط. قبل ما ابدأ الفيديو انا هلا ابو بكر، اعملوا لايك وشير للفيديو وتعالوا نقول بسم الله ونبدأ على طول. مبدئيا كده وقبل ما اشتغل انا مضاعفه المقدار، تقدروا تخلوه النص على طول او تضاعفوا المقدار زي ما انتوا عايزين. انا كنت حابه اعمل كميه اكبر. عندي طبعا 4 بيضات وعندي كوبايه وربع من السكر زي ما انتوا شايفين كده. وكمان عندي الفانيليا، طبعا اول ما نحط البيض والسكر على طول الفانيليا عشان ما ننساهاش. خلاص. لو ما عندناش الفانيليا، ربع معلقه صغيره من الخل هتقضي الغرض برضو. كمان عندي الزيت، عندي نص كوبايه من الزيت. اهم حاجة ان نكون بنستخدم نوع زيت نظيف حلو يعني، علشان ما يعملش ريحة عندي في الكيك. هبتدي بقى اخلط ده كله كويس جدا بالمضرب الكهربائي، لو مش عندي يبقى بالمضرب اليدوي. اهم حاجة ان اتأكد ان السكر داب تماما مع البيض والزيت واختلطوا مع بعض كويس جدا جدا. الخطوة دي مهمة جدا. كمان مهم ان انا بدخل عندي في البيض هنا هواء، وده طبعا بيفرق جدا في نتيجة الكيك بعد كده. اهم حاجة الخطوة الاولانية دي زي ما قلت لكم كده، وهي خلط البيض والسكر مع بعض كويس قوي. خلاص كده تمام. لو مش عندي المضرب الكهربائي ممكن بالمضرب اليدوي، بس هتاخد معايا وقت اكبر. اول ما الخليط عندي يتحول للون الفاتح ده وطبعا بيعلى شوية، ببتدي انزل عندي بالدقيق. هسيب لكم المقادير مظبوطة في صندوق الوصف ان شاء الله. الدقيق هنا عندي كان كوبايتين ونص، وعليهم معلقة كبيرة من بيكنج باودر ورشة من الملح. هنخل كويس قوي. وطبعا انتوا عارفين كلنا زي ما اتعودنا مع بعض ان في اي كيك لما بننخل الدقيق كويس ده بيخليني الكيك عندي يدخل هوا وانا بنخل طبعا، فبيديني نتيجة حلوة جدا للكيك. بيطلع الكيك هش جدا جدا. يعني بأي طريقة كيك بجد لازم تنخلوا الدقيق، اي طريقه بيفرق جدا يا جماعه. يلا بقى ابدا اخلطوا المكونات دي كويس قوي مع بعضها كده. نخلط الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح مع الخليط السائل اللي كان عندي. انا ابتدي ادمج الدقيق كويس قوي مع الخليط لحد ما يختفي تماما. هبدا اقلب كده زي ما انتم شايفين تدريجيا تلاقي الدقيق عندي هيختفي. طبعا هتلاحظوا ان القوام عندي سميك جدا، مش قوام كيك تحس ان هو حاجه زي العجينه كده. ما تقلقوش لسه هنضيف حاجات تانية. ده القوام عندي. تعالوا بقى نضيف الحليب. الحليب عندي هنا هرفع هحط عليه حوالي معلقتين كبار من الزبدة، وهبتدي ارفعه على النار لحد ما يغلي. اول ما يغلي هاخد الحليب وانزل بيه على طول على خليط الكيك اللي انا قلت لكم كان سميك جدا او تقيل جدا. وهبتدي بقى اقلب الدقيق او الخليط بتاع الدقيق يعني مع خليط الحليب بالزبدة. ونحاول نخلي ايدينا في الخطوة دي سريعة شوية. انا هنا طبعا كنت بحاول ادمج الحليب الاول، وبعد كده هبتدي اقلب في المضرب كمان مش بايدي. بس علشان ايه ما يطرطش يعني اول ما حطيت اللبن عندي. تمام كده. ليه ندمج الحليب بسرعة مع الخليط؟ علشان مش عايزة طبعا البيض يستوي، الحليب عندي مغلي. خلاص ناخد بالنا من الخطوة دي كويس قوي. اهم حاجة نتأكد ان الخليط كله اندمج مع بعضه وبقى سمك واحد. خلاص كده تمام. الخليط عندي جاهز. تعالوا بقى نجهز صينية كده مبطنة بدقيق، وانا بديها الاول مسحة من السمنة وبعد كده ابطنها برشة من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. انا هنا مستخدمة صينية مقاس 20 في 30، لان طبعا انا مضاعفة المقدار. طب لو انا مش مضاعفة المقدار وعاملاه بالبيضتين بس، اقدر استخدم صينية اصغر من كده. تمام. 20 في 20 مثلا، ده لو قالب. ولو صينية مدورة ممكن استخدم صينية مقاس 20، هتبقى مناسبة جدا.
خلاص كده. طبعا في الوقت دوت انا مولعه الفرن على درجه حراره 180، يعني الفرن عندي هيكون مسبق التسخين. هدخل بقى الصينيه بتاعتي في الرف الوسطاني على الشبكه طبعا حوالي ساعه الا ربع. ليه ساعه الا ربع؟ لان انا زي ما قلت لكم كده مضاعفه المقدار. لو انا مش مضاعفه المقدار هحطها يعني حوالي من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، 35 دقيقه بالكتير قوي. هبتدي اختبر الكيك الاول، وده طبعا على حسب درجة حرارة الفرن. يعني أنا من بعد نص ساعة هبدأ أبص عليها عادي جدا، هو مش كيك اسفنجي أقدر أفتح براحتي. تمام. أول ما أحط كده خلة الأسنان في الكيك وألاقيها طالعة ناشفة، خلاص كده الكيك عندي تمام. طبعا شايفين إنه أخد اللون الجميل حلو قوي ده، لون تحفة يعني بصراحة جميل. طيب إذا حطينا الخلة عندي وطلعت ناشفة بس ما كانتش واخدة اللون ده من فوق، دي كده تبقى مشكلة عندي في الفرن عادي جدا. في الوقت دوت هقفل الفرن وهفتح الشواية من دقيقة لدقيقتين، واكون واخدة بالي منها يعني كده فاتحة عليها الفرن يدوبك بس الوش ياخد عندي لون. ده طبعا اذا ما كانتش اخدت اللون ده بعد السوا. خلاص نخلي بالنا بس، علشان كل فرن طبعا بيختلف عن التاني درجة حرارته ودرجة تسويته للحاجة، يعني وقت تسويته للحاجة طبعا بيكون مختلف عن الوقت التاني. عشان كده بنختبرها بالخلة او بالسكينة، واول ما تطلع معايا نظيفة مفيش داعي ابدا ان انا اسيب الفرن مفتوح، بقفل الفرن على طول وافتح الشواية شوية مش اكتر من دقيقتين. تعالوا بقى نقطعها. وهنا بصراحة انا ما صبرتش لما الكيك يبرد خالص يعني، لا هو كان دافي يا دوبك كده، او السخونية الزيادة راحت منه. وبعد كده بدأت اقطع الكيك زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك يعني. عايزه اقول لكم بقى ان ريحتها بجد تجنن، رهيبه 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 يا جماعه. مهما قلت لكم مش هوصل لكم قد ايه ريحتها حلوه، الا لما تخبزوها انتوا بقى وتجربوها في البيت يعني. بتخلي ريحة البيت تحفة يعني. تعالوا نطلع كده قطعة منها ونشوف كده من جوه. بالرغم ان هي لسه سخنة تعتبر يعني، يدوبك بس السخونة الزيادة هي اللي راحت منها، يعني لسه تعتبر دافية. تعالوا نشوفها بقى عاملة ازاي. بصوا الهشاشان بتاعها عاملة زي ما تكون نايتي بالظبط يعني. عارفين كيك النايتي اللي كنا بنجيبه كلنا زمان؟ نفس الطراوة بتاعته بجد. وطعمه حلو جدا جدا جدا. كيك بيدوب في البق مش بس هش، الكيك مش مكتوم زي ما انتم شايفين، هش جدا طري جدا حلو بشكل مش طبيعي بجد يا جماعة. جربوه هيعجبكم جدا جدا. يعني نتيجته حلوة طبعا، نقدر ناخده الصبح جنب كوباية شاي بلبن كده، وخلاص كده فطرنا. حاجة حلوة جدا جدا بجد. عايزة اقول لكم ان انا من الناس اللي بتحب الكيك جدا، وبالنسبة لي انا فنوع الكيك ده هو من احب الانواع وافضل الانواع المفضلة يعني بالنسبة لي، لانه حاجة كده مزيج حلو. يعني الحليب المغلي في الكيك هنا بيخلي طعمه في حتة تانية خالص يا جماعة. بجد جربوها يعجبكم جدا جدا لانه رهيب بجد. وبكده اكون عملت معاكم كيك الشاي اليومي بمنتهى البساطة، طريقة مضمونة وناجحة 100% من اول مرة كمان. كالعادة هطلب منكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو كنت أول مرة بتشوفوا قناتي على اليوتيوب يشرفني اشتراككم في القناة، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. وأقول لكم مع السلامة.